فرصة جديدة في سيناء، 5 فدادين وبيت لكل شاب. لو كنت مستني فرصة تبدأ فيها من جديد، فرصة يكون عندك فيها بيت وأرض تزرعها بإيدك وتبني مستقبلك خطوة بخطوة، الإعلان ده ليك أنت. ابتداء من 28 مايو 2025 محافظة شمال وجنوب سيناء أعلنوا عن طرح المرحلة الثانية من التجمعات التنموية. المرحلة دي فيها 11 تجمع سكن زراعي جديد، يعني 527 فرصة جديدة. طب الفرصة دي عبارة عن إيه؟ لكل فائز في القرعة بيت زائد 5 فدادين بشروط واضحة وبأسعار معلنة وبالتقسيط. في الحلقة دي هحكي لك عن تجربتي الشخصية أنا مع التجمعات التنموية، وهشرح ليك إزاي قدمت خطوة بخطوة علشان لو ناوي تبدأ تبقى عارف الطريق. 25 إبريل 2024 اليوم اللي اتفتح فيه باب التقديم على أراضي وبيوت في التجمعات التنموية في سيناء. ما كنتش أعرف إن رسالة واحدة بس من رقم مش مسجل عندي هتغير حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رجل من أقصى المدينة. أهلا بكم في قناة خيرات وادي سعاد. الرسالة اللي وصلتنا على الواتس كانت صورة لإعلان بسيط عن أراضي في سيناء. بصيت ليها وعديتها في الأول، لكن بعد شوية قلت استفسر، جرب يمكن. واللي حصل بعد كده كانت بداية الحكاية. شفت الإعلان، اتصلت على الرقم استفسر مين صاحبه وإيه الإعلان ده. كان الأستاذ سيد تميم ابن بلدي ومقيم في طور سيناء، أستاذ مادة التاريخ، الله يجازيه كل خير ويبارك له في ماله وأولاده. قال لي في تقديمات على أرض وبيوت في جنوب وشمال سيناء، وشجعني جدا. لقيت ناس كتير بتتكلم وتشارك. قلت لنفسي طب ما أجرب، مش يمكن تكون دي البداية اللي بستناها من سنين اللي لازم أجهزه. أول حاجة عرفت إن التقديم من خلال هيئة الاستثمار، وإن في شروط مهمة لازم تكون مستوفيها. من ضمن الشروط السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، وتكون مصري. لقيت الشروط دي متوفرة. هنا بدأت أول خطوة، استخراج شهادة الميلاد. الموضوع مش مجرد شهادة ميلادك وخلاص، لا، لازم تثبت إنك مصري من 4 أجيال. طب هنثبت ده إزاي؟ تعال أقول. هتطلع على السجل المدني، هتعمل استخراج شهادة ميلادك وشهادة ميلاد الزوجة لو متزوج، وشهادة ميلاد الأولاد لو في أولاد، شهادة ميلاد والدك، شهادة ميلاد والدتك، شهادة ميلاد والد الأب جدك، شهادة ميلاد والد الأم جدك التاني. وانت رايح قبل ما تروح السجل المدني لازم تكون عارف اسم والدك جدك من ناحية الأب واسم والدك جدك من ناحية الأم، عشان يسهل عليك الإجراءات في استخراج شهادة ميلاد جدك. هتقول لي وانا هعرف اسم والد الجد منين؟ هقول لك في كل عيلة فيها شخص كده زي السجل المدني، شخص أرشيفي عارف كل الأسماء، دور عليه هتلاقيه. أنا عملت كده. ما تنساش تكتب لنا في التعليقات من عرفك اسم والدك جدك. الحمد لله تم استخراج كل شهادة الميلاد المطلوب. طيب نيجي للخطوة التانية، تروح على الشهر العقاري. طب ايه دخل الشهر العقاري بالموضوع؟ هقول لك حاضر. بتعمل إقرار إنك مصري ومن أبوين مصريين. أقر أنا رجل من أقصى المدينة أني مصري ومن أبوين مصريين ولا أحمل أي جنسية أخرى. الإقرار ده مهم، أيوة مهم. خد بالك البطاقة تكون سارية. خلصت في السجل والشهر العقاري، كده خلصنا أول خطوتين. نصور شهادات الميلاد وقرار الشهر العقاري وتخليهم على جنب علشان نحتاجهم بعدين. نيجي للخطوة المهمة، شهادة إثبات الجنسية المصرية من مصلحة الجوازات والهجرة في العباسية. يا جماعة والله أنا مصري مش كوري. قال لك لا، لازم تروح الدور الخامس في العباسية. طب إيه الأوراق المطلوبة في العباسية لاستخراج شهادة إثبات الجنسية المصرية؟ هتاخد معاك أصل الإقرار من الشهر العقاري، وأصل شهادة ميلادك، شهادة ميلاد والدك، شهادة ميلاد والدتك، شهادة ميلاد جدك من ناحية الأم، شهادة ميلاد جدك من ناحية الأب، وصورة من بطاقتك وتكون سارية. بتقدم الأصول، بتدفع 250 جنيه وتستلم الشهادة بعد 15 يوم. وانت بتستلم اقرأ اسمك رباعي، علشان ان استلمت الشهادة قرأت اسمه ثلاثي واخدت الشهادة وروحت. تاني يوم بصور شهادة الجنسية، لقيت اللقب مختلف،
يعاد استجواب الشاهد مرة أخرى. أخدت الشهادة تاني ورجعت العباسية، سلمتها واستلمت بتاعتي. كان تشابه أسماء، ناخد بالنا يا جماعة. وأنا هناك قابلت شباب من أسوان ومن البحيرة ومن القاهرة، من جميع أنحاء الجمهورية. كل الناس دي جايين على أمل إنها تزرع وتعيش. الحمد لله كل الأوراق اكتملت. يوم 25/5/2024 كان آخر يوم لشراء كراسة الشروط. قلت أدخل موقع هيئة الاستثمار، سجلت في الموقع وفتحته. مش عارف أي حاجة ولا عارف أبدأ منين. الساعة بقت 1 مساء والموقع هيقفل الساعة 12 بالليل. قلت أروح لحد يقدم لي. لفيت على كل السايبرات في البلد، مفيش حد عارف يعملها. وصلنا الساعة 6 المغرب والموقع هيقفل 12 بالليل. فقدت الأمل، قلت خلاص راحت علي. رحت قلت أعمل فنجان قهوة واتفرج على الوقت وهو بيعدي قدام عيني. وأنا بتصفح فيسبوك لقيت بوست للدكتورة فاطمة سويلة، ربنا يجازيها كل خير، حاطة لينك لجروب واتس لمساعدة في التقديم. انضمت للجروب، لقيت رسالة اللي محتاج مساعدة في التقديم يتواصل معايا. قلت لا، ده أنا بحلم. اتصلت على الرقم، كان الأمين محمد حبيب، ربنا يبارك له. قال لي اشتريت الكراسة؟ قلت له لا. قال لي معاك فيزا؟ قلت له لا. قال لي ما تقلقش. اشترى لي الكراسة بالفيزا بتاعته وهو ما يعرفنيش، دفع لي تمن الكراسة من غير ما يعرفني. ربنا يبارك له في أولاده وماله. والله كل ما افتكر الأستاذ محمد حبيب والدكتورة فاطمة افتكر الآية الكريمة: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. الحمد لله تم شراء الكراسة قبل الموقع ما يقفل ب10 دقايق. بعدها رفعت الأوراق على موقع هيئة الاستثمار، واللي ساعدني الأستاذ محمد حبيب، ربنا يجازيه كل خير. أنا اخترت اسم رجل من أقصى المدينة وهيكون مرتبط بالقناة، عشان كل الناس اللي ساعدوني كانوا من أماكن بعيدة عني وربنا بعتهم في طريقي زي الملايكة. أنا قررت أفتح قناة وأخد منهم الشعلة وأكمل. بعد ما كنت شخص بيدور على حد يساعدني في التقديم، الحمد لله بقيت شخص بيحاول يساعد الناس. مش مهم أنا اسمي إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. من هو؟ لا أحد يعلم. سيذهب اسمك ويخلد سعيك. المهم أكون رجل من أقصى المدينة في حياة ناس تانية زي الأستاذ محمد حبيب والدكتورة فاطمة، ما بقوا آية قرآنية في حياتي. عايز من كل واحد بيشوف الفيديو يكون رجل من أقصى المدينة. الحمد لله كان آخر ميعاد لرفع الأوراق 8/6. الحمد لله كله تمام ودخلت القرعة رسميا. هل كنت ضامن إنها هتقبل؟ لأ، بس كنت ضامن إن عملت اللي عليا وربنا مش هيضيع تعبي. يوم 13/6 الساعة 9:56 صباحا وأنا في ميكروباص رايح القاهرة، طلعت التليفون لقيت رسالة نصية بتقول: نهنئكم بالفوز في بقرعة التجمعات التنموية. ما بقتش مصدق، عايز اضحك، ابقى عايز اعيط، عايز اسجد، بس انا في الميكروباص. كنت فرحان فرحة عاملة زي لوح الازاز الشفاف اللي تخاف تلمسه لا ينكسر. يا رب الناس كلها تجربها. انا ما اتكلمتش ولا قلت كلمة. بالرغم من كده السواق بصلي في المراية وقال لي: نقول مبروك؟ جالك عقد عمل في ايطاليا ولا ايه؟ طلبت منه يقف دقيقة، استأذنت من الناس اللي معايا، نزلت وسجدت لله شكرا. الناس كلها كانت بتبص عليا بس انا كنت في حتة تانية. الحمد لله. مش معقولة، احنا كنا 8000 شخص مقدمين على 400 قطعة، وانا مش من ابناء سينا ولا معايا مؤهل زراعي ومعيش حيازة زراعية، وناس معاها كل ده واشترت 6 كراسات ولم يحصل على البيت والارض، وانا اشتريت كراسة واحدة. طب ده حصل ازاي؟ لو كلموك عن الاحتمالات العقلية حدثهم عن الثقة بالله. الحمد لله. طب انا كده خلاص بقى عندي 5 فدان وبيت؟ قالك لا، فاضل خطوة مهمة: البحث الامني. ايه هو البحث الامني يعني ايه بحث امني؟ يعني الدولة بتتأكد انك شخص اهل للثقة، مش عليك احكام ولا قضايا معلقة. وهنا كنت خايف جدا ليكون البحث الامني هو اللمسة
اللي ممكن تكسر لوح الإزاز الشفاف. نصيحة من أخوك، لو عندك أي مشكلة قانونية خلصها قبل ما تقدم. إن شاء الله هنبقى نعمل حلقة عن البحث الأمني. بعد كده المحافظة طلبت مننا نقدم الأوراق في فرع المحافظة في خضر التوني مدينة نصر. أنا قلت مش هقدم الأوراق في خضر التوني، أنا هروح ديوان عام محافظة جنوب سيناء في الطور. طب ليه البهدلة دي؟ أنا هقول. قدمت من هناك مخصوص عشان أتأكد من المرور على الأكمنة. لو عندي مشكلة هتبان وبعون الله هقدر أحلها قبل ما أقدم الأوراق ويتعمل البحث الأمني. الحمد لله، أول كمين أخذ البطاقة كشف عليها قال لي تمام. قلت له كشف تاني؟ قال لي تمام. أقول له أنت متأكد؟ وعملت فيها إسماعيل ياسين في فيلم ابن حميد، فتشني فتش. الحمد لله وصلت المحافظة وسلمت الأوراق ودفعت 12,000 جنيه بالفيزا. مش أنا عملت فيزا؟ باركولي بقى. قابلت الأستاذ نادر وناس في قمة الذوق وقالوا لي إن شاء الله خير. وجات اللحظة اللي بستناها، يوم 20/4/2024 ظهرت نتيجة البحث الأمني. الحمد لله اسمي كان موجود. بعدها أعلنوا ميعاد قرعة تخصيص الأراضي وعرفت رقم بيتي وأرضي. يوم 8/5 أعلنوا عن موعد سداد المقدم، 120,000 جنيه مقدم تعاقد زائد 500 جنيه ثمن العقود المؤمنة بيتم دفعهم في المحافظة. لازم أسافر وأروح طور سيناء. تمام، جهزت المبلغ الحمد لله ونويت أسافر يوم الاثنين الساعة 10 مساء عشان أوصل الساعة 8 يوم الثلاث صباحا. ويأتي رجل جديد من أقصى المدينة، الأستاذ إبراهيم فتحي مدير مدرسة بطور سيناء. اتصل علي، ألف مبروك أنا شفت اسمك في الفائزين. وصلت الفين؟ عرفته إن لازم أدفع الفلوس في الطور. قال لي لا خليك مكانك. بعت المبلغ بريد وأنا هخلص لك كل شيء. بعت المبلغ وراح سحبه من البريد وطلع على المحافظة وأخد إذن دفع وراح البنك دفع ورجع تاني سلم موصلة دفع في الخزنة في المحافظة. الحمد لله، كل ما الطريق بيصعب ألاقي ربنا بعت لحد يساعدني. سبحان الله، دايما في حد من أقصى المدينة بيجي، ربنا يجازيه كل خير. احنا دلوقتي في انتظار تسليم الأرض والبيت. الفيديو الجاي هكلمك عن الاستلام. شارك الفيديو عشان تكون رجل من أقصى المدينة، وأي استفسار تكتب لي في التعليقات وهرد عليه. لو نفسك تبدأ زيي أو حتى بتفكر في الموضوع، تابع خيرات وادي سعاد. كل خطوة عملتها هتكون هنا بالتفصيل. الخطوة دي مش بس إجراءات، دي تجربة علمتنا الصبر والتنظيم والاعتماد على الله. دي مش مجرد قناة، دي قصة حقيقية، من أول ورقة عملتها في السجل المدني لحد زراعة أول شجرة زيتون في أرض وادي سعاد. اسمي مش مهم، والنهاردة بحاول أكون رجل من أقصى المدينة في حياة حد تاني. لو قدرت تساعد حد ساعده، وإن معرفتش شارك القصة دي، يمكن تكون البداية لحد لسه مستني رسالة تغير حياته. رجل من أقصى المدينة. السلام عليكم.